السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو يا ربي امين. كما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد التحليه كتجي رائعه كما كتشوفوا في الشكل ديالها، حاجات زوينه وفي المذاق ديالها رائع. العشاق الكراميل تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، شي حاجه زوينه بزاف. كنتمنى تدعموا ليا الفيديو بلي لايك ديالكم باش القناه ديالنا تطلعوا الفيديو ديالي حتى هو يطلع. بسم الله، غنبدا معكم بالمقادير والطريقه ديال التحضير. هنا خديت اطرو ديال الحليب كما كتشوفوا معايا هنا في كاسرونه، درت نص اطرو وزدت نص اطرو ثاني اطرو ديال الحليب. غنزيد عليهم 3 المعالق كبار ديال النشا، المعلقه الاولى. المهم غندير 3 المعالق كبار ديال النشا، وغندير 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده او السكر سنيده على حسب الذوق. انا درت تقريبا 4 المعالق كبار اللي درت ديال السكر سنيده. هنا كما قلت لكم درت 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده، وهنا الحلاوه كتبقى لكم نتوما على حسب الذوق ديالكم، كتقدروا توصلوا حتى ل 5 المعالق كبار ديال السكر سنيده. هنا الا درنا هذا الفلو هذا الصغير هذا كنديروا السكر سنيده، الا درنا داك الكبير اللي كيكون فيه السكر ما كنديروا السكر. هنا درت واحد شويه ديال الملح، طريقه ديال الملح. صافي كنرد كسرونه فوق البوطه حتى كتبقى لينا ديك الكريمه ديالنا. ملي كنديروها فوق البوطه ما كنهداوش عليها من تحراك. هنا كنزيد واحد شويه ديال النكهه ديال الكراميل، الا متوفره كنديروها ما متوفراش كنكتفيو غير بديك الفلون ديال الكراميل. كما قلت لكم ما كنهداوش على الكريمه ديالنا من تحراك حتى كتقال لينا الكريمه. ملي كتقال لينا داك الكريمه كناخذ واحد الاناء كنقصوا منها كاس. نتوما غتشوفوا معايا هنا نقص تقريبا كاس، المهم كاس ديال العنب نقصتو. صافي غنغطي هاد الكريمه هادي وغندخلها للثلاجه وغنخليها حتى تبرد. هاد الفلون هذا غنخليه حتى يبرد لينا مزيان. كما كتشوفوا معايا كنغطيه بلاستيك الغذائي، وداك البلاستيك الغذائي كيمس لينا ديك الوجه ديال الكريمه ديالنا باش ما كديرش لينا ديك القشره. صافي هنا الكريمه اللي بقات كنديروها في كيسان، يعني كناخذوا الكيسان اللي مطفرين عندنا كنديروا فيهم التحليه ديالنا. صافي كنفرقوها في ديك الكيسان كاملين ديك التحليه. هنا انا عندي كيسان شويه كبار كما كتشوفوا معايا. صافي كما شفتوا معايا كنقادها كامله وغنحط نخليها حتى تبرد. صافي هنا غنخلي الكيسان ديال التحليه ديالنا حتى كيبردوا. ملي كتبرد لينا التحليه ديالنا كناخذوا بسكوي. انا خديت هذا النوع هذا ديال البسكوي، نتوما كيبقى لكم الاختيار. بسكوي اللي متوفر عندكم كنديروه في الهشوار ولا كنطحنوه في الطحانه. صافي كنزيدوا عليه واحد شويه ديال الفيوتين حتى هو الا متوفر عندنا الفيوتين كنديروه، ما متوفرش عندنا ماشي ضروري. هنا خديت 2 علب ديال البسكوي. صافي كما شفتوا معايا كنخليه كندوز لديك التحليه. من بعد ما بردات ليا مزيان التحليه ديالي كناخذ واحد المعلقه ديال الصوص ديال الكراميل كما كتشوفوا معايا. صافي كنقادها فوق من ديك الكريمه كما كتشوفوا في الشكل ديالها. راه دابا الكريمه ديالنا راه بردات. صافي كما كتشوفوا معايا كنديروا هاد الصوص كراميل. انا هاد الصوص كراميل راني مصيبها في الدار وكتجي رائعه كما كتشوفوا معايا، كتجي زوينه وثقيله وزوينه. غنعطيكم الطريقه ديالها. الطريقه ديالها كناخذوا كاس ديال العنبه ديال السكر كنديروه في شي مقله كنقصوا عليه وكنخليوه حتى كيذوب لينا داك السكر وكيولي لينا على الشكل ديال الكراميل، وكنردوا معاه البال باش ما كيتحرقش لينا داك السكر. كناخذوا الماء طايب، كناخذ واحد الكاس ديال الماء يكون طايب، كنزيدوا فيه واحد المعلقه صغيره ديال النشا، كنخلطوه مزيان. وملي كيولي لينا داك السكر على شكل ديال الكراميل كنزيدوا عليها واحد المعلقه صغيره ديال الزبده وكنخلطوه مزيان. ملي كنخلطوه مزيان كنزيدوا كاس ديال الماء طايب مخلط مع معلقه صغيره ديال النشا، نخلطوها مزيان وكنزينوا بها التحليات ديالنا. ملي كتبرد واحد الصوص كتجي رائعه. انا من بعد ما كنخرجوا داك الفلون ديالنا من الثلاجه كنزيدوا عليه 2 معالق ديال كريم شونتيي. هاد كناخذوا العلبه وكناخذوا منها 2 معالق صافي وكنطربوها بالطراب كما كتشوفوا معايا حتى كطلع لينا داك الكريمه. ملي كطلع لينا داك الكريمه كنزينوا بها التحليه ديالنا. هنا هاد المرحله هذه كتبقى لكم اختياريه، يعني الا كان متوفره عندنا هاد كريم شونتيي كنديروها، ما كانش متوفره عندنا كنديروا طبقه ديال الكريمه او ديال الفلون، كنديروا طبقه ديال صوص كراميل وكنديروا فوق منها طبقه ديال داك البسكوي اللي طحنا، وكنزيدوا طبقه اخرى ديال الفلون. الا كانت متوفر عندنا كريم شونتيي كنطلعوها بهذا الشكل هذا كما شفتوا معايا، راه كتعطيها واحد المذاق رائع لهذه التحليه هذه. صافي كما كتشوفوا معايا كتزين كيبقى لكم نتوما الاختيار اللي متوفر عندكم كديروه في التحليه ديالكم.
صافي من بعد ما زينتهم انايا نتوما تشوفوا معايا الشكل ديالهم كيجيو رائعين. التحليه هذه كنتمنى ان شاء الله تجربوها وغتعجبكم ان شاء الله. هنا كما شفتوا معايا زدت لهم واحد شويه ديال الفيوتين، كيبقى لكم كما قلت لكم اختياري، او ديروا لهم شويه ديال الشوكولات. هنا غنزيدوا صوص كراميل مزيان، كيبقى لكم نتوما اللي متوفر عندكم كتزينوا به التحليه ديالكم. صافي من بعد ما زينت معكم التحليه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي واحد التحليه رائعه. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، والا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات والدعم ديالكم ليا، وشكرا لكم بزاف، ونتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد.